كورس المونتاج. ايه الحاجات اللي انت ممكن تتعلمها وتقدر تعملها وتدخل لك فلوس بعد ما تاخد كورس المونتاج؟ 3 حاجات، ودول اهم 3 حاجات في سوق العمل. اول حاجه حته صناعه المحتوى، سواء لو انت عايز تبقى صانع محتوى او لو انت هتمسك عميل يبقى هو بيقدم محتوى. ايه الحاجات اللي انت ممكن تقدمها له؟ اول حاجه تقدر تشيل الاخطاء من اول لحد الاخر بشكل بروفيشنال. هتقدر انك تعمل شغل جامب كات بشكل احترافي جدا. هتقدر انك تجيب باك جراوند من غير كوبي رايت عشان تقدر تستخدمها على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. هتعرف مقاسات البلاتفورم المختلفه عشان تقدر تنزل المحتوى بتاعك على كل بلاتفورم. تاني حاجه بقى معانا وهي حته الاعلانات. لو انت جالك اعلان متصور او الدور مطعم، كافيه، عندك منتج عايز تسوق له، تقدر انك تسوق له بطريقه احترافي جدا عن طريق المونتاج. هتعمل له فيديو احترافي برومو بروفيشنال جدا. هتقدر انك تستخدم الفيديو ترانزيشن، انتقالات الفيديو اللي موجوده عندك. هتقدر انك تستخدم كمان الفيديو افكت بشكل بروفيشنال جدا وتطلع المنتج بتاعك باعلى كواليتي. النوع الثالث معانا او الحاجه الثالثه اللي انت تتعلمها معانا وهي الكروما. طبعا مفيش استوديو في مصر ما فيهوش كروما. اتعلم ازاي انك تشيل الكروما بشكل احترافي جدا وتجيب باك جراوند تبقى واقعيه. انا محمد علي، سينيور فيديو اديتور، خبره اكتر من 6 سنين.